بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم عصير لذيذ جدا، ونصنعوه غير من هذا البلاكة تاع الغرس المرحي اللي راهي تتباع في الجزائر. كانت من قبل تباع ب10,000، كانت حتى ل7,000، ولكن الآن أصبح المبلغ نتاعها 17,000 في الجزائر، يعني مبلغ باهظ. للأسف المعيشة غلات ما على بالناش وعلاه. التمر راهو محلي في بلادنا وحنا اللي نتجوه، بصح غالي للاسف. ما على باليش بهذيك البلاكات تاع الغرس نخدموا بها العجب. من بين العصائر اللي نخدموا بها هذيك الغرس المرحي نخدموا بالعصير الشمندر الطبيعي 100% صحي ومذاقه ولا اروع، يعني راح تحضروه وماكمش راح تندموا عليه. مفيد جدا للناس اللي عندهم فقر الدم، مفيد جدا لأطفالنا اللي يروحوا للمدارس يقراوا يتناولوا غير كاس عصير من هذا العصير الشمندر. مليح للمناعة، مليح للصحة، قوة التركيز، نشاط إلى غير ذلك. ومن الأحسن، يعني من الأحسن أنه عصير الشمندر نتناولوه ليلا، يعني ليلا، ولكن حتى في النهار ولا صباحا تاني مفيد جدا نظرا للفوائد العظيمة الموجودة فيه. وباش نستفيدوا مليح من العناصر نتاعو، انه لازم يكون طبيعي 100%. يعني ما نستعملوش السكر الابيض بتاتا، لان السكر الابيض مضر بالصحة. انا نسميه السم القاتل. السكر الابيض هو السم القاتل، هو اللي راهو سبب كل الامراض، ورانا نشوف فيه راهو داخل في كثير من المأكولات، المأكولات الحلوة، يعني كم نستعملوا بها السكر الأبيض للأسف، مع أنه ما هوش مفيد للصحة إطلاقا. طريقة تحضير هذا العصير ما هيش صعيبة بزاف يا خوتي، ما تطلب والو انك تخدمي المادة الأولية اللي هي ماء التمر. ماء التمر، ادخلوا للقناة الفيديوهات الأولين تلقاو طريقة تحضير ماء التمر، ولا لك نهبط فيديو جديد في القناة، تدخلوا وشوفوا كيفاش نخدم ماء التمر. احنا انا مولفه نحضروا ماء التمر نتاعي، نحضروا ونديروا فيه قارورات زجاجيه ونلوحوا في الثلاجه. وكين نحب ندير عصائر ولا نحب ندير حلويات ولا ندير اي شيء بماء التمر بالوصفات اللي راني درت لكم الوصفات كامل في القناه. نصنع به واش نحب. هذا الماء التمر راهو ما يفسدش، حتى واذا قعد طول في الثلاجه ما يفسدش، لانه هو في ذاته بعد ماده حافظه. حتى واذا درتي مثلا عصير طبيعي ما يتبدل لا المذاق تاعو ولا اللون تاعو، يعني قادر يقعد لك حتى 4 ايام وانت تشربي في هذاك العصير، يعني ما هو بعد راهو ماده حافظه. هو من الاحسن انكم تنقيوا التمر وتغليوه باش تخرجوا ماء التمر، ولكن احنا هذا المنتوج متوفر بكثرة في لي سوبيرات تاعنا في الاسواق. استعملوا هذا النوع من التمر وصنعوه. شوفوا كيفاش راح نخدم. هنا راح نخدم عصير التمر، يعني ندير قيس طاس، نقسم كما تشوفوا فيه. قسمت، نحيت خشتوني كيفاه جزأت، حكمت جزأت هذيك البلاكه ونحيت هذاك الجزء. هنا عندي المشمش المجفف وعندي زبيب، اللي عنده يدير، اللي ما عندوش سي با لابان ما كان له يديروه. يعني حتى هذا باش يزيد القيمه الغذائيه للجسم نتاعك. نجيبوا طنجره نتاع اينوكس من الاحسن. انا هنا عندي القدره نتاع الاينوكس. قطعت الغرس التمر الى قطع ولحته في الطنجره كما راكم تلاحظوا. اضفت له الزبيب والمشمش الجاف، يعني الزبيب والمشماش الجاف. هنايا نزيد نلوح يطرى ونص ماء، يطرى ونص ماء. يعني هنا كي تحبوا ديروا كميه كبيره من ماء تاع التمر تزودوا الكميه، ديروا بالدوبل كما راكم تلاحظوا. نحطوا على القدره يطيب على نار متوسطة عادي. طيبي تغليه بس ما تخليهش يغلي بزاف حتى يولي اللون تاعو فونسي، يولي قاتم، يولي هكا قاتم. يعني تقعدي تحطيه فوق النار، وشك فوا كي يغلي تبداي تحلي في هذوك الكتل تاع الغرس المرحي ولا التمر المرحي، ترحيه
تحرتيه برك هكا مع الاخر كي تشوفيه صايي سي بون تحرتت في القدره. هنا كي تشوفيه تحرتت يعني كيما نقولوا حنا تحلل هذاك الغرس ديريكتومون صفيه. هنا تصفيه نصفيه في كاس وقماشه. انا ما درت لكمش الفيديو لانه طريقه تصنيع ماء التمر راهي في الفيديو، دخلوا القناه لقاو ماء التمر كيفاش نصنعوه بالتفصيل. هنا البقايا هذوك ما ترميوهمش، نحتاجهم لاغراض اخرى. ان شاء الله الفيديوهات المقبله ان شاء الله راح نعتركم كيفاش البقايا هذو واش نستعملوهم. حاجه ما طيشوها باسكو غني بالالياف. هنا راكم تلاحظوا واش زدت هنا، هذا هو الشمندر كونجلي وعندي بنانه ولا موزه كونجلي. الموز كي كونجليه بالغلاف نتاعو كي تحليه شوفي اللون نتاعو راهو ابيض يعني ماهوش مؤكسد، ما يتاكسدش كي تكونجليه بالقشور تاعو بالقشور تاعو. هنا كذلك عندي ليمون مجمد وعندي الشمندر ثاني مجمد. شتو انا درك اي حاجه نشريها كيما الشمندر نفورو نقطعو قطع صغيره ونجمدو في المجمد ونجبدو عند الحاجه كي ندير العصائر. كيما راكم تلاحظوا هذا العصير كيما راكم تلاحظوا وضفت له الليمون المجمد. بصح راح نعطيكم معلومه، العصير تاع الليل هنايا راكم تشوفوا فيه الماء التمر كيف راني لوحت لهنا، لحت 3 كيسان ماء التمر. ها 3 كيسان. شفت هذاك الماء اللي درته قبيله يعني درت بيطره ونص ويقعد لي كميه كبيره. انا 3 كيسان في الكميه هذيك نتاع الشمندر. هنا حنا المكونات كامل الشمندر الليمون والموز لحتم كامل ورحيته. تحبوا تصفيه وتشربوه صافي، كاين ولاد ما يشتيوش بالالياف، تحبوا تخليه بالالياف تاعو وتشربوه باش تديو القيمه الغذائيه كامله. هو يعني من الاحسن انك مثلا كي تجيبي شمندر تجيبي ليمون تجيبي الموز، من الاحسن انك الشمندر تغسليه اللي هو البيطراف اجزاء صغيره وتكونجليهم وتجبديه مع عند الحاجه، يعني عند الحاجه تجيك سهله والوقت قصير. هي واش راح نقول لكم، الشمندر راهو رائع رائع رائع، يعني العصير تاع البيطراف قلت لكم راهو هايل هايل هايل. نتمنى ان شاء الله انكم تدعموا القناه هذه بالضغط على اللايك والضغط على الجرس، وتروحوا لاهلكم واقاربكم تنعتوا لهم القناه هذه، خاصه الناس المرضى راهم يحتاجوا بزاف بزاف هذه الوصفات، من نوع من الوصفات هذو باش يحافظوا على صحتهم ويخفوا الالام اللي راهم يعانيوا منها، خاصة الناس مرضى السكر، خاصة الناس مرضى الضغط الدموي اللي عندهم أمراض الغدة الدرقية، الأمراض المناعية إلى غير ذلك. يعني كل واحد والمرض نتاعو واش يحتاج من القناة هذه يدير هذيك الطريقة تاع الأكل ويتناولها، لأنها مفيدة جدا لصحته. وماش غير الناس المرضى، حتى الناس الصحاح يحتاجوا هذا النوع من الوصفات للحفاظ والوقاية من الأمراض. وش راح نقول لكم، ان شاء الله تدعموا القناه هذه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، تهلاو في اعز الناس ليكم. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. الصحه راهي ما تتعوض لا بالمال لا باي شيء. من هذا الفيديو هذا نتمنى ان شاء الله الشفاء لصديقتي ورفيقة عمري اللي نتمنى لها ان شاء الله الشفاء من مرض السكر، وان شاء الله تستفيد من القناة هذه وترتاح ان شاء الله يا رب العزيز. وماشي غير صديقتي، كل الناس نتمنى لهم الشفاء. وببقى لي نقول لكم تهلاو في صحتكم يا خوتي، ونحبكم في الله، نحبكم، وان شاء الله في الموعد اشتاق اليكم في القناة في الفيديو المقبل ان شاء الله. سلام.